الاستاذ اللي باقي ما بداش كاع المراجعه وفي نفس الوقت تقيل في الحفاظه، زعما تقدني الوقت. اخويا شوف، بدا باش ما قديتي من الاخر انا نقولها لكم، الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا ديال باقي ما بداوش وتيلاحظوا باللي هما تقال شي شويه. ما تخليش شي واحد يرغم عليك انك تاخد واحد السيستم خاصك ديرو باش الناس ما تحس شويه بالملل وشويه بالعيا. خدم على اش قديتي، المهم هو انك راسم هدف تجيب شي نقطه صافي، وديك النقطه هي اللي تحركك. هذا ما كان. خدم على اش قديتي اخويا. كل نهار وشويه بشويه راه غادي تلقى راسك غادي وكتزيد. راه داير داكشي بحال لاصال، تتبدا بالخفيف شويه تدوز للثقيل مع الوقت. استاذ واش اليوزا كتحكم ها كتحكم في الثمن د القمح د العالم؟ وشكرا بزاف. وي بالنسبه لليوزا عندها تحكم، كذلك عندها تحكم في نسبه كبيره من القمح في العالم. حتى هي راه دوله منتجه جايه في الرتب الاولى طبيعه الحال. حتى هي عندك هي وروسيا، وعندك اوكرانيا حتى هي، والصين. هادو كلهم تقريبا تيتحكموا في الثمن ديال القمح فاش كيطلع فاش كينزل. اهلا اختي حكيمه، اهلا الاخوان. الخوت ما تنساوش لايك باش هذا اللايف هذا يطلع، ورانا ندوز ان شاء الله الاسئله ديالكم كاملين. المهم لا بان لي شي سؤال هكا راني غادي المهم اللي باقي ما بداش. قلت لك هي تكافئ راسك من وراء المجهود اللي درتي. اي اكزاكتومون خويا الياس، وخصوصا شتي فاش كتكون كتخدم. هذاك هو هذاك هي الحلاوه ديال فاش كتكون كتخدم. فاش كتكون بالضبط كتخدم تما فين تتبان لك شويه الحلاوه، ديك المواد اللي كتستهلك، حيت هادو راه علاش سماوهم مواد؟ ان مواد كتستهلكها دايره بحال الماكله. كتاكل واحد الحاجه، غير واحد الحاجه اللي تياكلها دماغك، ما كتاكلهاش انت. والدوبامين كيجي من موراها، ملي كتحس براسك طايق في راسك وعارف المعلومات اللي كاينه، فاهم لي ديتاي. مع الوقت انا هادشي اللي بغيت نربي فيكم شويه ديال الثقه بالنفس اللي حقيقيه، اللي كتحس براسك باللي راك عارف شنو غادي دير لا دخلتي لشي امتحان. بون الاخوان، هذا هو العرض ديال الجهوي. كندخلك لواحد الدرايف اللي فيه المواد بربعه: العربيه وفرنسي واجتماعيات وتربيه اسلاميه. اللي غتستافد من هذا العرض هو انك غادي تستوعب الدروس ديال المواد بربعه في واحد الوقت اللي قصير، وهذا الشرح كيكون في فيديوهات ودي بي دي اف، وتيكونوا حتى المنهجيات ديال الاجابه، الطريقه على الاسئله المحتمله اللي كاينه دائما في الجهوي، كيفاش تقدر تجاوب بطريقه صحيحه، واللايفات اللي غادي تستافد فيهم من الاعاده ديال المراجعه كذلك، والتوجيه، وبزاف ديال الامور من بينهم حتى الدعم. الا كانت شي حاجه هكا اللي محتاجها نتايا، اللي حبيت تسجل معنا يكونتاكتيني على هذا الواتساب، وانا غادي نقول لك جميع الامور باش تدخل معنا، عرفوا كيفاش داير. اوكي. استاذ ما بديتش الدروس الاولى ديال الاجتماعيات، وانا دابا خدامه على الدوره الثانيه. دونك وانا عندي مشكل حفاظه، وانا سيونس مات ما عنديش الوقت. اوكي. بالنسبه لهذا السؤال هذا ديال الدوره الاولى، ما معطله فيهم ياك، ومفيزيا على الدروس ديال الدوره الثانيه، وانتي سيونس مات. انا متعاطف معكم الاخوان الناس العلميين، متعاطف معكم من هذه الناحيه هذه ديال انكم برزطين شي شويه بالدروس ديال المواد الادبيه، ولكن حاولوا انكم هاد الدروس ديال الدوره الثانيه اللي كدوزوا فيهم على الاقل هادو تضبطوهم، وراه غادي يبقى لكم الوقت فين ترجعوا للدروس الاولى. غادي يبقى لكم الوقت. الدروس ديال الدوره الاولى ديروا فيهم غير 5 دقائق كل نهار في كل ماده، باش يعني المده الكبيره تفيزيو على داكشي اللي عندكم في الدوره الثانيه. هذه انا متفق مع الناس اللي تيديروها، ولكن حاولوا انكم الى لقيتوا راسكم تمجهدتوا في الدوره الاولى في المواد العلميه وحاسين بواحد الريتم طالع في المواد العلميه، اعطيو شي شويه الاخوان الوقت للمواد اللي عندكم في الجهوي. الناس اللي علميين
انا راه متعاطف معكم، ما كرهتكمش تبقاو دوزو غير في المواد العلميه، ولكن المهم هذه كتبقى حتى هي ضروريه، الجهوي ضروري باش كيعرفوك واش شديتي شي حاجه من الابتدائي حتى لدابا، واش شديتي هاد المواد الادبيه، وما تعرف من بعد واخا تكون انت علمي دابا من مور الباك تعجبك شي وجهه ادبيه ولا شي حاجه. اوكي.